بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد حضرتك يا باشمهندسين ما خلصنا الحمد لله كل أنظمة الاتش فاك، وشرحنا التشيلر والبامب والتوصيلات والبايبنج وكل الكلام ده كله. عايزين نخش النهارده بإذن الله تعالى على موضوع تاني مهم، ألا وهو موضوع البلامينج. خلونا مع بعض خلاص نلغي الكل الخاص بالاتش فاك هنا من هنا كده، ونبدأ نشتغل موضوع الصحي. موضوع الصحة عندنا يا باشمهندسين بينقسم عندنا لجزئين رئيسيين. اولا الجزء الخاص بالسانيتري والجزء الخاص بالدرينكينج ووتر. احنا هنشرح النهارده باذن الله تعالى الجزء الخاص بالسانيتري. طيب، بالنسبه للاعمال الصحي الجزء الخاص بالسانيتري احنا ممكن عندنا بنلاقي في بعض المشاريع في عندنا اسلوبين. في على طول بيخلوه شبكه واحده خاص باللي هو السويل او بنسميه البلاك اللي هو خارج من التويلت عندنا، ده بنسميه السويل او بنسميه بلاك. وبالنسبه للاحواض الغسيل اللافاتوري او مثلا الواش بيزن، او لو في عند حضرتك هنا فلور درين او اي حاجه خاصه بالتنظيف اللي هي الميه اللي تنفع تتعالج بمعنى اصح، فبنخلي لها خط تاني اسمه ويست ووتر. ودي بعد كده بنخرجها على حاجه اسمها جالي تراب وبيعمل لها معالجه، انما الميه الخارجه من الصحي بنبدا نعمل لها نتخلص منها. ماشي. ففي عندي اسلوبين زي ما قلت لحضرتك، كنا انا بعمل خطين منفصلين، خط خاص بالتويلت تمام، وخط خاص بالميه اللي ينفع تتعالج، وده بنسميه بلاك او بنسميه سويل، وده بنسميه ويست موجود عندنا. او ان انا اضمهم الاثنين مع بعض في شبكه واحده. هنتعلم مع بعض باذن الله تعالى ازاي بنعمل الكلام ده. بس قبل ما ابدا يا باشمهندسين بروح على البايبنج سيستم. احنا كنا عاملين نظام للسنتري بس على اساس ان احنا كنا هنخليهم نظام واحد، انما انا دلوقتي لا، هعملهم اتنين. فباجي على الراجل ده بعمل منه دوبليكيت بالشكل ده، وعملت بعد ما عملت دوبليكيت سميته اسمه سويل ويست ووتر. وكان عندي الويست غيرت اسمها خليتها ويست ووتر. السويل ويست من هنا كده خليت اللون بتاعها ازرق، وعندنا الويست ووتر بالشكل ده كده يا باشمهندسين اللون بتاعه اللي هو الاورنج بالشكل ده. تمام. خلينا نبدا على بركه الله كده نجيب الفيرست فلور ونشوف هنتعامل ازاي. اولا الميزه عندنا هنا ان منطقه الصحي كله او الخدمات كلها في مكان واحد. يعني مثلا الحمام الخاص بالهاند كيبد، الجزء هنا الخاص بالحمام العادي او التويلت، كل الكلام ده كله موجود. البانتري كل ده موجود جنب بعض. هتشيك بس كده ان انا ما كنتش ضايف حاجه. ماشي، اشيلهم بالشكل ده. تمام. فدلوقتي ده شكل المعماري عندنا، وده اللي احنا عايزين نشتغل عليه. اول حاجه بعملها يا باشمهندسين ان انا بعمل زي ما انا قلت لحضرتك البايبنج سيستم، والحاجه التانيه بروح على قائمه سيستم، بروح على قائمه بايب، بظبط انظمه جديده. يعني انا كنت عامل حاجه خاصه بالدرينج، فبعمل منه دوبليكيت من هنا كده، وبديله الاسم بتاعنا اللي انا عامله من هنا اللي اسمه سويل ويست ووتر، وواحد تاني اسمه ويست ووتر. بخش جوه السويل عشان انا عامل نظامين. اهم حاجه عندي اخش من هنا اتشيك ان هو يكون يو بي في سي تمام، والسيجمنت بتاعتنا تكون واخده نفس الاقطار اللي عندنا بالشكل ده اهو من هنا كده. دي كل الاقطار عندنا. وحاجه مهمه جدا السلوبس يكون عندنا بالشكل ده. نفترض مثلا حضرتك كان عندك سلوب عايز تضيفه، فبتقول من هنا نيو سلوب، تدخل قيمته وليكن 75%، تقدر تضيف السلوب بمنتهى السهوله. طيب، الدارج عندنا في الشغل عندنا في السوق ان عندنا الاقطار يا باشمهندسين بتكون بالبوصه. يعني مثلا لما بتيجي تروح بتقول له انا عايز قطر بوصه، 2 بوصه، 3 بوصه، 3 بوصه والكلام ده كله. عشان كده عملت لحضرتك ملف اهو البايب دايمنشن. ادي هنا البايب القطر عندنا بالانشز، والمقابل ليها بالمليمتر. على سبيل المثال انا عايز اعمل ماسوره نص بوصه، يبقى اذا استخدم القطر 15 مللي. عايز اعمل ماسوره 3 ارباع، يبقى استخدم ال 20 مللي. استخدم ماسوره بوصه، استخدم ال 25 مللي. هتقول لي يا باشمهندس طيب انا عايز عشان لما اجي اخرج شغلي، طبعا زي ما احنا قلنا لحضرتك انت شغلك تقدر تخرجه بالملي عادي اللي هو مفهوم يعني. بس في واحد بيقول لي لا يا باشمهندس انا عايز شغلي يطلع بالانش. هعمل ايه؟ هقول له بمنتهى السهوله بتروح على قائمه مانج، وبتروح على حاجه اسمها بروجكت يونتس او اختصارها يو ان. بتروح من هنا على حاجه اسمها بايبنج، على حاجه اسمها مين بايبنج، وبتروح على بايب سايز. بتختار من هنا بدل ما هي بالملي بتقول له لا انا عايزها بالانش، وتبدا التقريب لاقرب رقمين بالشكل ده. وممكن تدي لها سيمبل عشان احنا ايه عارفين ان ده ايه بالانش بالشكل ده. هروح تاني على سيستم كاني بعمل اي بايب، اجيب السويل واعمل من هنا اديت، واجيب من هنا السيجمنت، اختار من هنا ادي المواسير اللي عندنا. شايف اهو ادي الراجل جابها لك بالاقطار بتاعتها. بس طبعا كل اللي هتعمله هتيجي على ده كده بتقول له نيو سايز، بتدي له ان ده نص بوصه، وتحذف ده خلاص، تعمل ده ديليت. ده 3 ارباع بوصه، فبتدي له بتعمل للراجل ده اوكي، وبتعمل ده ديليت. ده اللي بعده بوصه، ده بوصه وربع، بوصه ونص، 2 بوصه، 2 بوصه ونص، وهكذا تمشي عليهم كلهم كده. تبدا تعمل ايه نيو
بالشكل اللي قدامنا ده كده. بس انا حاليا بس في المشروع بتاعي هستخدم الايه اليونت بتاعتنا تكون المترك عادي خالص جدا زي ما انا قلت لحضرتك. وزي ما احنا خلاص فهمنا ازاي اقدر اعدلها بمنتهى السهوله. فهاجي على البايب سايز تاني هخليها بالمليمتر والغي من هنا، وطبعا ما فيش اي تغيير في الملي بالشكل ده. طيب يبقى انا كده برضو فهمت موضوع البايبنج. الحاجه الثالثه يا باشمهندسين، لازم احاول على قد ما اقدر احط البلامنج فيكتشر بتاعي متقاربه للمعماري. يعني انا اشوف المعماري ايه الموديل اللي هو مستخدمه وابدا احط بلامنج فيكتشر زي ما هو عامل بالظبط. يعني على سبيل المثال الووتر كلوزد، لو انا لقيت نفس الموديل ده عندي في ميكانيكا اقدر اضيفه. يعني انا برضه سايب لكم فاميليز كتيره جدا جدا هنا خاصه بالبلامنج فيكتشر. كل اللي عليك هتعمل سكرول وتبدا تشوف الموديل الاقرب منه. طيب ايه الطرق اللي حضرتك بتستخدمها يا باشمهندس في النقطه دي؟ انا عندي في النقطه دي يا باشمهندسين في 3 نقط بنستخدمهم. اول طريقه ان انا بجيب موديل قريب من الموديل ده او هو نفس الموديل وابدا استخدمه. الحاجه التانية ان انا اخد نفس الشكل الموجود في المعماري وهنفهم مع بعض ازاي. الحاجه الثالثه ان انا اسيب كل حاجه زي ما هي واحط كونكتور. يعني انا اصلا بعمل ليه الجزء الميكانيكا ده عشان يبقى عندي كونكتور اقدر اوصل فيه البايب بتاعتي. فتعالوا مع بعض كده نفهم الطرق واحده واحده. اول طريقه زي ما انا قلت لكم بروح على سيستم بلامنج فيكتشر، انا حاطط هنا ووتر كلوزد. ووتر كلوزد هنا كده بالشكل ده اهو، انا جايبها عندي بالشكل ده اهو يا باشمهندس. تبدا برضو انت حضرتك تحاول على قد ما تقدر تعمل لهم الاين الاثنين مع بعض، فهم ايه تقريبا بعمل لهم الاين بالشكل ده خلاص. فدي اول طريقه ان انا اجيب ووتر كلوز موديل قريب من الموديل اللي احنا هنستخدمه. الفكره منه عشان خاطر زي ما انتم شايفين كده اقدر اوصل فيه صحي. الحاجه التانية ان انا اختار نفس الموديل اللي في المعماري. طب اعمل ده ازاي؟ اولا بشيل السلكشن من على اللي هو سيلكت لينك، ولو في حاجه معمول لها بن، وبقف هنا قريب من العنصر اللي انا عايزه، اعمل تاب اختاره كوبي بيست الاين تو سيمبليس. خلاص بدا اهو بقى عندي عنصر ميكانيكا اهو بالشكل ده اهو بقى عندي عنصر. ممكن بس اعمل ايه سيكشن بوكس كده عشان خاطر ايه نشتغل فقط على نظافه كده على الجزء اللي انا ايه شغال فيه. هقول له بس اظهر لي فقط الدور اللي انا اللي انا بتعامل معاه دلوقتي حاليا اهو، اللي هو ليه الدور الفيرست بالشكل ده اهو. افتح لي بقى السري دي تاني. ممكن نجيب بس من هنا الجنب التاني، هقلل بس الفار كليب اوبسيت بتاعنا من هنا كده بالشكل ده. افتح 3 دي تاني اهو، نبص كده مع بعض ادي اهي بقت موجوده. طب ما ده المعماري، لا لو حضرتك رحت في شلت اللينك المعماري بص كده اهو ادي يا سيدي اللي انا خدتها نفس الموديل بالظبط، بس هحتاج اضيف له كونكتور عشان اوصل بيه، او ان انا اجيب البايب لحد عنده واطلعها لحد فوق المنسوب بتاعها بس على كده بدون ما اوصلها جواها. تمام. الجزء الثالث وهنفهمه مع بعض دلوقتي، خلاص هنفهم مع بعض الجزء الثالث يا باشمهندسين، اللي هو ان انا اعمل كونكتور. هنعمل كونكتور على سبيل المثال لو انا عندي حاجه زي الوش ده او اللافاتوري ده موجود فيه صحي اللي هو الصنبور، وموجود فيه نفس الصرف نفسه. فتعالوا نشوف مع بعض ازاي استخدم الكونكتور. زي ما قلت لحضراتكم هنا يا باشمهندسين موجود كل حاجه. الفوست مثلا اللي هو الصنبور، ممكن اشوف حاجه مودرن من هنا ده، فانا بختار الفوست من هنا، وده انا ضفته جوه البروجكت بتاعي. لو انا عملت من هنا مثلا وليكن بقول له سيستم من هنا كده، وقلت له من هنا انا عايز اعمل حاجه اسمها بايب اكسسوارز من هنا او بلامنج فيكتشر انا اسف، واختار من هنا فوست. ادي الفوست اللي انا ضفته، ادي الموديل اللي انا ضفته من ضمن الملفات اللي انا باعتها لحضرتك اهو بالشكل ده. والووش بيزن نفسه انا شفت موديل قريب منه، فبرضه نفس الكلام في قلب الملف ده حضرتك تضغط حرف الدبليو بس كده هنا، حرف الدبليو هيجيب لك مكان الفوست او مكان الوش او اللافاتوري اللي حضرتك عايزه. ماشي. فهاجي من هنا انا ضفت برضه نفس الكلام، انا ضفت من هنا برضه ادي اللافاتوري، جبت له موديل من هنا اهو بالشكل ده. بس طبعا الليفاتوري هنا محتاج سطح يتعامل عليه. طب هتعمل ايه؟ بعمل سيكشن، برسم سيكشن بس كده عند المنطقه اللي انا هشتغل عليها، بجيب من هنا سيكشن وارسمه. رايت كليك اقول له جو تو فيو بالشكل ده، اصغر شويه السكيل 1 ل 20 او 1 ل 25 اللي انا عايزه اهو. انا موجود في الزونه دي. تمام. فبعمل ايه يا باشمهندسين؟ بعمل حاجه اسمها ريفرنس بلان ار بي، او من اركتكتشر بقول له حاجه اسمها بلان او ريفرنس بلان. باجي عند الطب اللي المعماري فرضه اهو المنسوب اللي المعماري عايزه، بعمل ريفرنس بلان، هديله اسم عشان ما انساش، لافاتوري
عشان ابقى عارف ان انا ايه برسم في الجزء الخاص باللافاتوري. هروح هنا هرجع بقى بمنتهى السهوله اقول له على سيستم بلامينج فيكتشر او بي اكس، هاجي من هنا ادي اللافاتوري بس اختار من هنا بليس اون، شايفين كده يا باشمهندسين؟ تاني اجي من هنا بلامينج فيكتشر ماشي، اقول له من هنا بليس اون ورك بلان، اختار من هنا الورك بلان بتاعتي اللي هو ايه اللافاتوري اللي انا عملته بالمسطره، اروح جاي ملافف، خلاص الموضوع انتهى. همسك الراجل ده اعمل له موف من هنا اهو، اجيبه عند المنتصف هنا كده، روح على السكشن اهو، بقى عندي الجزء الخاص بالصحي والراجل ده. فاضل بس اظبط المنسوب بتاع الفوست، اخليه على منسوب 782، اجي من هنا هقول له 782، يبقى انا كده ايه ضفت الفوست بتاعي. يبقى انا عندي 3 طرق ان انا بضيف كونكتور، تمام، ان انا بضيف اولا موديل، نفس الموديل قريب من الموديل بتاعنا، ان انا باخد من المعماري واوصل البايب لحد عندها بس وخلاص. الجزء الثالث اللي انا ان شاء الله برضه هتكلم فيه في الووترنج، ان انا بعمل حاجه اسمها الكونكتور، ان انا مجرد بس هضيف ايه، وليكن على سبيل المثال في البايبنج مثلا اكسسوارز، هقول له مثلا وليكن من هنا انا عايز اضيف فالف، فالف، خلينا من هنا كده ايه، طيب خليها لما نوصل للووتر احسن نبقى نتكلم فيها ماشي. طيب هتعمل ايه يا باشمهندس؟ اول حاجه بفكر فيها طبعا اروح جاي ماسك الراجل ده، خلاص ممكن ابدا اقرره من هنا كده، ابدا اقرره بالشكل ده اهو، من هنا كده ابدا اقرر ده بالشكل ده من هنا، وبنفس الاسلوب همسك الاثنين دول اقررهم، وهاجي من هنا برضه يا باشمهندسين بلامج فيكتشر بعد ما قررت كل ده، هضيف هنا اليوريان، اروح جايب مضيف انا الموديل عندي هنا قريب شويه من الشكل اهو، اخليه زي ما انا قلت لحضرتك احاول اجيب موديل قريب من الشكل بالشكل ده اهو، من هنا ده الدارج استخدامه يعني بالشكل ده اهو، بالشكل ده ماشي. يبقى انا كده برضو ايه ضفت كل البلامنج فيكتشر اللي انا محتاجها. فاضل عندنا يا باشمهندسين احنا عندنا بنحتاج نعمل حاجه اسمها، تعالوا نجيب مثلا الجراوند، بنعمل حاجه اسمها الفلور درين. الفلور درين عندنا يا باشمهندسين اللي هو الجزء ده اللي هو ايه عشان استخدمه للغسيل والكلام ده كله، فبحط حاجه اسمها فلور درين، وبحط حاجه مهمه جدا عندي اسمها الفلور كلين اوت، ده عشان عندي خط الماسوره في الويست بحتاج اعمل له تنظيف، الخط ده طويل فبحتاج احط له حاجه اسمها الكلين اوت عشان اقدر ايه اقدر افتح، او بنعمل زي نظام تفتيش كده اقدر اسلك لو الماسوره فيها انسداد او اي شيء، تمام كده. فخلونا نطلع برضو من هنا على الراجل ده، نضيف الجزء اللي انا محتاجه من هنا تاني في البلامنج فيكتشر، هنضيف اللي احنا قلنا عليها الفلور درين، هاجي من هنا ادي الفلور درين، بس لما اجي احاول اضيفها مش هعرف، لما اجي احاول اضيفها مش هعرف، فلازم محتاجه ايه يا اما ورك بلان اعمل لها ورك بلان هنا، نفس الكلام اروح جاي رايح على سيكشن واخد من هنا كده الورك بلان، اعمل ورك بلان جديد وليكن على سبيل المثال، او ان انا ممكن اعمل حاجه اظرف يعني نتعلم حاجه، ان انا اروح جاي رايح في ال 3 دي من هنا كده اهو، واروح جاي اضيفها، بس قبل ما اضيفها اتشيك ان انا ظاهر الفلور في المعماري، لان انا كنت ايه خافتها، فبروح على الريفت لينك كاستم، بروح من هنا على الموديل وبختار من هنا حرف الاف عشان اروح على الفلور، وبختار علامة الصح جنب ايه الفلور بالشكل ده، فهاجي من هنا خلاص اقول له بلامنج فيكتشر ادي الفلور درين، كل اللي عليا بس اضيفه في اي مكان هنا بالشكل ده، اروح على على الفيرست اللي انا شغال عليه، هلاحظ ان انا مش شايف الفلور درين بتاعتي، ليه يا باشمهندس؟ لان من ضمن حاجه اسمها عندي في فيو رينج، الراجل ده يا باشمهندس شايف لحد الدور الاول بالكامل لحد فوقه، يعني انا لو جبت مثلا لو انا عملت في الفيو هنا كده شايفين الراجل يعتبر ده الدور الاول، فهو شايف لحد من هنا كده لحد نهايه الدور اللي فوقه اللي هو لحد السكند بالظبط، يعني شايف الدور الاول كله بالكامل، وعامل خط قطع في النص ده اللي هو على ارتفاع 1.20 هو شايف اي حاجه تحته. طيب وعامل خط رقم 3 ده اللي هو عندنا اسمه البوتوم، ده اخره بالنسبه له اللي هو الفيرست اللي هو الدور الفيرست اللي هو شغال عليه، وعامل الجزء اللي هو الفيو ديبس او اللي احنا الجزء اللي تحته ده هو مش شايف حاجه منه، عامله بصفر، فعشان كده باجي على الراجل ده بديله بس زياده كده وليكن نص متر، وليكن هنا 60 سم بالشكل ده، يبقى اقول له ايه شوف حته كمان تحت الزياده عشان يقدر شايفين يقدر يشوف كمان اللي ايه الموجود اسفل المنطقه اللي عندنا، بروح جاي ماسك من هنا الفلور درين وراح جاي حاططها في الجناب هنا ده كده، طبعا ده اول حد عندنا محتاج، وده ادي الخروج بتاعه بالشكل ده، راح جاي عامل برضو من هنا كده فلور درين هنا بالشكل ده هنا كده
اعمل فلور درين بالشكل ده اهو. هعمل هنا بالشكل ده فلور درين. الاتنين دول ممكن نعملهم، يكفينا مثلا واحدة هنا واحدة هنا بالشكل ده. طبعا هنا لازم يكون عندهم التلاتة اهو، من هنا وهنا وهنا بالشكل ده اهو، بالشكل ده. المنطقة زي دي برضو باجي عليهم الاتنين كده دول جنب بعض، بحط لهم الاتنين فلور درين. منطقة زي دي كده بحط هنا فلور درين. ووش بيزن زي دي ممكن اعمل لها برضو هنا كده فلور درين عشان التنظيف. وباجي هنا على الاتنين دول كل اتنين مع بعض احط لهم بالشكل ده فلور درين اهو، ومن هنا كده فلور درين. ودي مثلا ممكن اعمل لها فلور درين لوحدها هنا بالشكل ده. يبقى احنا كده برضو بالنسبه للبانتري احط له برضو هنا ايه فلور درين بالشكل ده. يبقى انا كده ايه يا باشمهندسين ظبطت كل حاجه عندي كده، عملت كل الايه كل الصحي اللي انا محتاج ارسم له. فاضل بقى ان انا ايه ابدا اتوكل على الله وابدا ارسم عندي يا باشمهندسين. طيب اول ما ارسم يا باشمهندسين اروح جاي فاتح بس السكشن، اقول له جو تو فيو، ابص عندي ده الفيرست ليفل، المفروض الصحي هيمشي هنا كده. طيب الصحة هتمشيه فين يا باشمهندسين؟ لو عند حضرتك ما فيش سقف سيلينج فبنبدأ نمشيه جوه الخرسانة، يعني مثلا جوه المنسوب بتاع السقف نفسه هنا تمشي جواه. لو في سقف سيلينج فانا بنفضل احنا ايه نمشيه هنا كده بين السقف السيلينج. تعالوا نقيس البلاطة. البلاطة كده عندنا 30 سم، يبقى انا وليكن همشيه على نص متر، وليكن هنا كده نص متر، والويست بيبقى على منسوب اعلى وليكن نخليه على 40 سم. فهاجي من هنا على الفيرست ليفل، اول حاجه بعملها برسم الصاعد بتاعي اللي هيلم لي كل الصحي ده. طيب بتحط الصاعد فين يا باشمهندس؟ طبعا احنا في المشروع زي ده عشان نحافظ على الواجهه المعماري كان سايب نظام ضغط صغير هنا كده عشان تقدر تمشي فيه الماسوره بتاعتك، الصاعد الرئيسي يكون مختفي مش باين. في بعض المشاريع لو المعماري مثلا نسي ده فبنضطر نخليه بره، ففي الحاله دي بيجي برضو طبعا عشان خاطر الشكل بيجي المعماري بيعمل لنا زي نظام ضغط خارجي هنا كده اهو كده عشان اقدر امشي فيه الصحي بتاعي ده او ده. تعالوا نشوف بنعمله ازاي. فاول حاجه بعملها بروح على سيستم بايب، بروح هنا على السويل ويست، بختار القطر اللي انا عايزه اجيبه منين. بشوف من هنا زي ما انا قلت لحضراتكم، وليكن انا هعمل الصاعد وليكن 5 بوصه، يبقى 125 مللي. يبقى انا بجيب من هنا كده 125 مللي، ده كده 6 بوصه، ده كده 5 بوصه. حلو. هترسمه فين؟ هقول له هرسمه وليكن هيبدا من اول الجراوند. الميدل اليفيجن طبعا ده من عند الزيرو تحت، هيبدا من الصفر تحت خالص. طيب بالشكل ده. نوعه ايه؟ مهم جدا عندنا النقطه دي يا باشمهندسين، ان انا اختار يكون سويل ويست ووتر. حلو. هترسم بقى فين؟ زي ما انا قلت لحضراتكم، يا اما اقف هنا واعمل الصحي وبعد كده اخرج منه لبره الرئيسي، او ان انا اعمل الخط الرئيسي بره. تعالوا كده نشوف بره بنرسمه ازاي. بقف هنا عند اي نقطه واديله الارتفاع اللي انا عايزه، اقول له وليكن على ارتفاع 13 متر و20، اقول له ابلاي 2 ابلاي، يبدا يرسم لي ادي الخط بتاعي بمنتهى السهوله. خلي الازار فاين بالشكل ده اهو. يبقى انا كده ايه رسمت اول حاجه الصحي الموجود عندي بمنتهى السهوله زي ما حضراتكم شايفين كده، وخليته بره الاستراكشر. ممكن زي ما انا قلت لحضراتكم واحد يروح جاي عامل هنا خط صاعد اهو للويست وياخد منه كوبي من هنا كده خط كمان صاعد لده ويمشي ده في الاخر. بس طبعا ايه خلونا نخليه بره افضل بالشكل ده حاليا يعني. همسك ده اقول له موف من هنا كده، وهعمل كمان خط جنبه كده بالشكل ده كده يا باشمهندسين، الاين ده مع ده. انا اسف، كنترول زد اعمل لده ديليت. نمسك ده نحركه كده يمين شويه، هقول له بقى من هنا كده كوبي، اختار من هنا لهنا، ولكن اخلي الخط التاني ده الخاص بمين؟ بالويست ووتر، واخلي برضو الماسوره اسمها ويست ووتر بالشكل ده. يبقى انا كده عملت ادي الصاعد بتاعي يا باشمهندسين زي ما حضراتكم شايفين. يبقى انا كده حددت الصاعد بتاعي. طيب هتعمل ايه يا باشمهندس هنا؟ اول حاجه ابدا ارسم ماسوره الصرف بتاعتي، ماسوره اللي هتجمع البلاك او الايه او السويل. فاروح من هنا برضو على سيستم بايب، اختار من هنا يكون ويست واختار القطر بتاعها. هتعمل الماسوره كام؟ الداخلي عندنا بيكون يا باشمهندسين بيكون 4 بوصه، 4 بوصه اللي هي 100 مللي. ممكن يكون اقل من كده عادي خالص عشان انا ايه فاصل ده عن ده، يعني ممكن يخليها 3 بوصه 80 مللي يعني عادي خالص كده، بس خلينا ايه 100 مللي بالشكل ده. باجي يا باشمهندسين احدد المنسوب اللي انا شغال فيه. انا شغال فين؟ انا شغال دلوقتي في الفيرست. طيب عايز تعمل ايه من عند الفيرست؟ عايز انزل من عند الفيرست وليكن 60 سم. ليه بقى؟ زي ما احنا قلنا ايه عشان تمشي عند السقف السيلينج. وابدا اخد الماسوره هنا من عندي هنا كده اول خط، وبقول له حاجه اسمها سلوب داون.
انا عايزك تمشي يبقى ده العالي وده المنخفض عندي. طيب الماسوره مش مظبوطه، ممكن اروح جاي اعمل الاين ده، او ممكن اعمل من هنا ده مع ده بالشكل ده، واحرك الماسوره بتاعت الويست دي عندنا هنا شويه كده، من هنا كده حركها شويه كده. طيب واروح جاي ماسك الماسوره دي اكبرها لحد ما تربط فين؟ في الخط بتاعنا. تعالوا نبص كده في ال 3 دي. ادي الماسوره ماشيه بالميل. نسيت انا اسف احدد الميل اصلا، المفروض اختار السلوب، فممكن اعمل كنترول زد، امسك من هنا اقدر اغير السلوب، او اقف من هنا باشمهندسين. موضوع الاسلوب مهم جدا عندي، ان انا وانا برسم اختار من هنا كده موضوع الاسلوب ده اللي هو ده، ممكن اخليه واحد بالشكل ده، يبقى انا كده ايه ظبطت الاسلوب بتاعي بالشكل ده كده يا باشمهندسين. تمام. او ان انا اروح جاي راجع تاني عشان اقول لحضرتك، اقول من هنا كده سيستم بايب، اختار من سلوب داون، واقدر اختار من هنا قيمه الاسلوب اللي انا عايزه وليكن 1%. هاجي من هنا كده قصد الراجل ده، او اجي من هنا عادي خالص سلوب داون 1%، ارسم الماسوره بتاعتي. بعد ما ارسم اعمل لها الاين، اقول له ده مع ده بالشكل ده، واكملها لحد ما تمسك في مين؟ في الخط الرئيسي. حلو. اتعملت اصلا بالفعل، اتعملت بالفعل اصلا يعني زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب ممكن السلوب مظبوط، مظبوط، اروح جاي ماسك من هنا تاني اهو بالشكل ده. خلاص اتعملت اهو عندنا بالشكل ده كده يا باشمهندس. ممكن نحاول بس شويه نظهر الفيو شويه، نخلي ده وليكن متر ونص مثلا، وده متر وستين. ابلاي اوكي عشان تبقى ظاهره بس عندنا. طيب هرجع تاني، ادي الماسوره الاولانيه عندي اللي هو خاصه بمين؟ بالبلاك. هعمل كمان ماسوره اقول له كريت سيميلر، بس بتبقى على منسوب اعلى اللي هي الويست ووتر، وبختار من هنا كده من هنا الويست ووتر، وليكن باجي من هنا من على الفيرست بخليه بدل ماينس 60 اخليها ماينس 40 بالشكل ده. وهاجي هعمل كمان خط ماسوره اسلوب برضو اسفل 1%، القطر بتاعها ده بنخليه اقل، نخليه وليكن 75 مللي، 75 عشان خاطر ايه، او خليها 80 اللي هي 3 بوصه، ممكن اخليها 80 اللي هي 3 بوصه. تمام. او اخليها 75 اللي هي ايه 3 بوصه الا ربع مثلا، عشان خاطر ايه زي ما انا قلت لحضراتكم انا كده كده اصلا عندي بالفعل، انا اصلا بالفعل عامل ايه، عامل خطين، خط للويست وخط زي ما انا قلت لحضراتكم لمين؟ للبلاك بالشكل ده. هو اوتوماتيك بدا يعملها لك، وبدا يعمل لك الكونكشنز وكل شيء، وادي ده على منسوب اعلى من ده زي ما حضراتكم شايفين. طيب كده انا عملت ايه الخطين الرئيسيين بتوعي. في طبعا لازم خط من هنا هيوصل عشان يوصل للصح ده، وخط ده. بس خلينا نبدا نربط واحده واحده كده نشوف الدنيا هتعمل ايه. اول حاجه عايز اعملها يا باشمهندسين، عايز اربط بقى البلامنج فيكشر دي بالجزء الصحي اللي عندي. طب هتربطها ازاي؟ بروح على سيستم، بروح على حاجه اسمها بايبنج باي فيتنج، بختار من، طبعا بيفكرني ان انا اعمل سيف، بختار من هنا يا باشمهندسين حرف الواي اللي هي 45 ديجري من هنا دي كده، اللي هي الواي 45 ديجري، وباجي اقف من هنا كده يا باشمهندسين احط مين؟ اول حاجه موجود عندي اهو، همسكها الفها بالشكل ده، الفها كمان لفه بالشكل ده، واعمل لها فليب لاعلى. انا عايز اوصل من دي، فبعمل دي ال ديتيل لاين، باجي عند النقطه اللي انا هوصل فيها الصحي اهو، امشي بزاويه كام؟ 45 درجه اللي هي 135 من هنا كده اهو، شايف بالشكل ده، بالشكل اللي عندنا هنا ده كده. لو انا عايز اتاكد من الزاويه اروح جاي اعمل خط كده افقي، افقي انا اسف اهو من هنا، واقيس من هنا ايه انجلر بالشكل ده، ادي الزاويه بتاعتنا 45 درجه. هحتاج اعمل ايه؟ هنزل بالراجل ده لحد ما يقف عند الجزء اللي عندنا هنا ده كده، اعمل زوم اطلع بيه بالشكل ده اهو بالراحه بالشكل ده. وبعد كده اجي من هنا يا باشمهندسين هقول له من هنا درو بايب، هو اوتوماتيك خد السيستم اللي هو السويل ويست، بس طبعا اعمل السلوب اب. ليه اب بقى؟ لان طبعا ده اللي هيصرف على ده، فلازم يبقى ده منسوبه اعلى. هقرب كده يا باشمهندسين ادي الزاويه 45 لحد ما اقف عند الجزئيه دي بتاعت الايه الاتصال، اعمل تاب بس خلاص كده. هو اوتوماتيك عمل لك ايه يا باشمهندس؟ عمل لك ادي اللاين، ادي الخط، وادي كمان وصله لك بالبلامنج فيكتشر بتاعك بنفس الطريقه بالظبط. هاجي من هنا كرييت سيميلر، اروح جاي واقف من هنا كده على اهو بالشكل ده، واروح جاي جايب من هنا بزاويه 45 واوصل لها خط
اعمل لها فيلب بس كده الاول، واخد زاويه 45 دي ال، وليكن الراجل ده نفس المعماري مثلا على سبيل المثال، من هنا كده، وراح جاي ماشي بزاويه كام؟ 135 اهو. 135 درجه. ابدا اطلع ده كده لفوق بالشكل ده كده يا باشمهندسين، اهو بالشكل ده، بالشكل ده اهو. واروح جاي من هنا اقول له من هنا كده درو بايب، اخلي السلوب اب عشان برضو ما انساش، امشي لحد هنا بالشكل ده. عايز اطلع لفوق بقى، اروح جاي من هنا مخلي الميدل اليفيجر اخليه بزيرو، واقول له ابلاي ابلاي بالشكل ده. بصوا بقى معايا اهو، ادي بمنتهى السهوله ومنتهى الجمال اترفعت اهو. ده لما بيكون واخد حاجه من المعماري بالشكل اللي قدامنا ده كده. طيب هعمل ايه تاني؟ نفس الكلام هعمل ده، وهبدا اكمل الباقي اللي تحت دول موجودين عندنا. فاضل عندي برضو ان انا اوصل الراجل المحترم اللي عندنا هنا ده كده، اللي هو ايه؟ الفلور درين الموجود عندي، اوصله بالصحي ده. صح؟ لا غلط، لا ده ان ده بيوصل مع الويست، ما بيوصلش مع الصحي. إيه اللي هيوصل تاني مع الصحي؟ اللي هو اليوريال اللي هو الموجود عندي هنا ده، محتاج اوصلها. فباخد لها سيكشن من هنا كده عند اي واحده، وليكن من هنا كده اهو. اصغر شويه الفرق كليب اوفست، هقول له من هنا كده اوبن، اخلي وليكن 1 ل 20، اخليه فاين عشان ابدا اشوف واتعامل معاه. اكبر ده كده شويه، واكبر ده كده شويه بالشكل ده عشان اشوف الماسوره. دي ماسوره الويست بتاعتنا اهي. اخفي بس من هنا كده ايه الشغل بتاع الاتش فاك. اي حاجه ايه كابيتال كبيره كده هي إيه اللي احنا ايه ضايفينها. هشيل كل الكلام ده كله، هشيله من هنا اخفيه بالشكل ده. هاجي بقى عندي هنا يا باشمهندسين، شايفين الراجل ده؟ ده القطر الماسوره اللي خارج. هو عايز قطر كام؟ 60 مللي. هقول له من هنا كده مفيش مشكله، كرييت درو بايب، او 50 مللي انا اسف، واختار الماسوره بتاعتنا 50 مللي اهو. ادي الخارج بتاعنا بالشكل ده، وليكن اخرجها بعيد شويه عشان اعرف اعمل الفيتنج اللي انا هنزل بيها اهو. وانزل بالبايب، الماسوره عندنا هي بمنتهى السهوله خالص اهو. هنزل بيها، هو اوتوماتيك بيعمل لي الفيتنج. وبعد كده اقول له ايه؟ سلوب داون عشان انزل بيه، امشي بالراجل ده كده بالشكل ده عشان ايه؟ اوصل لهنا. همشي بس كده ايه شويه منه وانزل عشان لحد ابقى قصاده بس شويه. همسك ده كده اروح على الفيرست فلور بلان، ادي الراجل بتاعنا اهو. عايز اوصله بده، اقدر امشي كده على استقامتي لحد ما اوصل بيه، او طبعا لازم اعمل الاول هنا، انا اسف، لازم اعمل حرف الفي من هنا كده. اقول من هنا كده كرييت سيميلر، لازم اعمل من هنا حرف الفي اهو عشان اقدر اوصل بزاويه 45 عليه. تمام، عشان الصرف بتاعنا. فبنعملها يا باشمهندسين هنا زي ما أنا قلت لحضراتكم بالشكل ده على 45. بس في عندي الجزئيه ده مشكلته ان هو ما بقدرش اعمل ريديوسر. فلو حضرتك مثلا عندك فاميلي تانية زي دي، انا هضيف لكم فيتنج تانية من هنا كده، اللي هي تي ريديوسنج بالشكل ده اهو. ماشي، نشوف بس يعني دي خلاص نعمل لها ديليت هنا كده، اللي هي التي ريديوسنج بالشكل ده. دي لو موجوده عند حضرتك مثلا في الموقع او في المكان اللي حضرتك شغال فيه، تقدر تضيفها، اللي هي ايه؟ اقدر من هنا اعمل ريديوسنج بالشكل ده، اقدر اغير القطر اللي انا عايزه. ماشي، فبنسميها التي ريديوسنج. هلفها بالشكل ده الناحيه التانية. عايزين نخليها في هنا كده بالشكل ده كده يا باشمهندسين. عايزين نلفها بس الناحيه التانية. ممكن اعمل تاني كنترول زد، هاجي من هنا باي فيتنج، ادي التي ريديوسنج، تي ريديوسنج فين؟ بالشكل ده اهو. في ال 3 دي يا باشمهندسين زي ما حضراتكم شايفين كده، بعمل حاجه اسمها فيلف في ال 3 دي عادي خالص جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. فبنطلعها بزاويه 45. اقدر من هنا كده احدد الانجل، وليكن من هنا 45 عادي خالص جدا. وكمان القطر اقدر كمان اتحكم فيه، يعني مثلا لما اجي اقف هنا عند النهايه، هقول له من هنا كده
درو بايب، احدد القطر اللي انا عايزه وليكن نفس القطر 50 مللي اهو، واطلع بيه بزاويه 45 بالشكل ده اهو. هعمل ما انا اسف، الاول كده اقول له كنترول زد، اقف تاني عندها من هنا كده اقول له درو بايب. انا عايز ده يكون سلوب ايه اب، سلوب اب عشان خاطر ايه ده يرمي عليه، يبقى ده في اللي انا رايح ارسمه هو اللي في المنطقه العاليه اهو بالشكل ده. بالشكل ده اروح على السكشن اللي انا عامله 8 بالشكل ده، احاول قدر الامكان بقى ايه امسك ده كله انزل بيه لتحت سنه عشان ما يعمليش فرق ارتفاعات ما بينهم بالشكل ده كده يا باشمهندسين. وبعد كده اعمل ايه تي ار، امسك ده مع ده. طيب مش راضي، نروح هنا كده مثلا نعمل من هنا كده درو بايب بالشكل ده، واحاول ايه قدر الامكان اوصل بيها لحد هنا. ده كده قطر كام 50، احنا نسينا نظبط ان هو قطر 40 50 انا اسف اهو. اقول له من هنا كده درو بايب، اقف بس على النقطة نفسها واقول له درو بايب بالشكل ده. القطر بتاعنا 50، همشي بيه اب ماشي اهو مظبوط بالشكل ده. ممكن اعمل انا الاين ده مع ده عشان يظبط، وامسك ده كده تاني اقول له كده درو بايب امشي بيه افقي لحد ما اوصل بيه لحد ده. نحاول بقى ايه نظبط من السكشن، اقول له الاين ده مع ده بالشكل ده كده يا باشمهندسين. طيب كنترول زد، نحاول نمسك ده كده نعمل له ديليت، نمسك ده كده نمد على استقامته لحد هنا بالشكل ده، فهو اوتوماتيك خلاص ظبطها لي ورسمها لي بالشكل ده كده. يبقى انا كده برضه يا باشمهندسين عملت الجزء الخاص بين بالصحي هنا ده بنفس الطريقه. اروح جاي كل اللي اعمله اروح جاي ماسك نفس الراجل ده ونفس المكان ده، اروح جاي اطلع برضه فوق هنا اخد نفس السكشن اطلعه فوق هنا وابدا ارسم الكونكشن الخاصه بالباقي. هنا نفس الكلام برضه. فاضل عندنا يا باشمهندسين الجزء بقى بتاعت الايه ده هنا كده ويست. فاضل عندي الجزء العلوي اللي فوق هنا، ممكن اجي بس طبعا ارسم ده الاول عشان ما يحصلش مشكله. هعمل من هنا كده دي ال، هاجي من هنا من عند النقطه دي اهو، من النقطه دي زاويه 45 ل 135 درجه بالشكل ده. هعمل من ده كرييت سيميلر بالشكل ده، اروح جاي لفه والفه تاني واروح جاي اعمل فيلب من هنا اطلعه لفوق شويه تاني بالشكل ده كده يا باشمهندسين. قدر الامكان بنحاول ايه نظبط امورنا. بمسك من هنا اقول له من هنا درو بايب، اخليها السلوب اب ماشي، اوصل لحد النقطه دي هنا كده واقول له تاب. خلاص رسم وعمل الكونكشن بتاعتنا. فاضل ايه الجزء الصحي الموجود عندنا هنا ده كده، فمحتاج اخد له ايه تفريعه من هنا برضه. هقول له من هنا كده درو كرييت سيميلر، وبرضه نفس الكلام سلوب اب. امسك من هنا كده، شايفين الزاويه مهمه جدا عندي يا باشمهندسين اهو 135 اهو الزاويه عندي اهو بالشكل ده اهو. وليكن اخد خط صحي بالشكل ده، وبعد كده اعمل اللفه بتاعتنا من هنا كده اهو عشان اوصل بيه بالشكل ده. تمام. ده شكل الوصله عندنا اهوت بالشكل ده. ممكن ناخد نفس التي اللي هو احنا لسه عاملينها تحت من هنا، ممكن اقول له تي ويز ريديوسنج اللي هي الستاندر اهي، تبدا يبقى شكلها افضل واحسن بكتير. هنا برضو نفس الكلام، لما باجي ارسم يا باشمهندسين بايب ما اخليهاش 90، اخليها 45 في 45 يعني كده، اطلع بيها هنا شويه وهنا شويه بالشكل ده اهو. ما اخليهاش 90 عشان خاطر ايه الصرف بتاعنا نفسه. ابدا احرك ال الكلام ده كله، ممكن امسك كل ده احركه لفوق شويه. انا اسف تكنسل. امسك كل ده وده وده احركه فوق شويه كده. طيب هو مش ينفع نحركه عشان خاطر المسافة صغيرة. طيب هي ده بس اللي انا محتاج ايه احركه هنا شوية عشان ايه تبقى في وش بالظبط الصرف اللي عندنا هنا ده كده. امسك ده، ممكن اعمل الاين اللي هو هنا ده كده مع الخط هنا الصحي، همسك اكمله لحد ما اوصل لحد النقطة دي، هو اوتوماتيك بدأ يعمل لنا ايه ادي الكونكشن بتاعتنا اهو. ادي الصحي كله كده ايه عملنا كل ايه البلاك او كل السويل كده ايه اتعمل، وفهمنا ايه ازاي اقدر اوصله بمنتهى السهوله كده يا باشمهندسين مع بعض.
فاضل بس اخر حاجه، اقفل الماسوره اللي ورا هنا دي كده. ماشي. ممكن اقف هنا في حاجه اسمها اوبن كاب اند بالشكل ده، يقدر يقفلها لك. او ممكن اختار انا الشكل اللي انا عامله، اللي هو الشكل الرودنت اي، اللي هو الشكل ده، عشان يبقى افضل بالشكل ده عندنا يا باشمهندسين. كده بالنسبه لخط الصرف والوصلات بتاعت الخاصه بالبلاك عندنا يا باشمهندسين.